في وقت يتجمع به الأهالي في ساحة السد. بيان إلى الرأي العام من سد البواسل، من سد الكرامة، من سد المقاومة، من مكان العظماء. نبارك يوم 8 آذار يوم المرأة العالمي في البداية على القائد عبد الله أوجلان وعوائل الشهداء وكافة نساء العالم ومقاتلات الحرية اللواتي يقاومن في وجه الذهنية الذكورية. كما ننحني إجلالا أمام الفدائيات والمقاومات أمثال روز وساكينة جانسوس وصولا إلى بسيس زريفة آرين ميركان وسما يوجا اللواتي شكلنا من أنفسهن جسورا من 8 آذار على 21 آذار كي يحقق الحرية للمرأة والمجتمع. كما يعلم الجميع بأن المرأة حاربت لآلاف السنين وفي كافة أصعاق العالم في وجه الأنظمة الاستبدادية، كما ناضلت بشراسة ضد التعصب الجنسوي والديني والقومي والعادات والتقاليد البالية المبنية على الذهنية الذكورية. هذه الأنظمة التي تعتبر المرأة الأطفال وتلبية متطلبات الرجل والعائلة، لكن بالرغم من هذه التقاربات والمفاهيم الخاطئة لم تخفض المرأة رأسها ولم تنحني، وعلى العكس من ذلك كانت دائما في ساحات النضال والمقاومة، وعلى وجه الخصوص بتأسيس حركة حرية المرأة وهدية القائد عبد الله أوجلان للمرأة في 8 آذار عام 1998، والتي أهداها لكل نساء العالم وأصبح رمزا لكافة النساء للمطالبة بحريتهن الذاتية. على هذا الأساس نحن كنساء كرديات وكافة نساء أقليم شمال وشرق سوريا اتخذنا طريق المقاومة في التاريخ ومضينا فيه إلى اليوم، ونتيجة هذه المقاومة والنضال أصبح 8 آذار يوما مثاليا ومقدسا. ونحن كنساء روجافا وشمال وشرق سوريا نستقبل هذا اليوم المميز بروح الحرة والمعنويات العالية، بالأخص بعد نداء القائد عبد الله أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي وسلامة وثقافة بالمرأة وقوتها وقدرتها. إن المقاومة العظيمة التي تبديها المرأة في سد تشرين وفدائها للوطن ودفاعها عن مكتسبات ثورة 18 من تموز هو نتاج لثقافة القائد عبد الله أوجلان بالمرأة، وهذه النتائج أثبتت للعالم رأي القائد بالمرأة ومدى قوتها. ولذلك نحن نعاهد بأننا نسير وفق فلسفة المرأة الحياة الحرية، ونصر على تطبيق الحياة الحرية الندية. مرة ثانية نبارك 8 آذار على القائد عبد الله أوجلان ومقاتلات وحدات حماية المرأة وكافة نساء العالم. المرأة الحياة الحرية، لا حياة بدون القائد. تحيا مقاومة يباجي، تحيا مقاومة سد التشرين. سروك جيان نابي، سروك جيان نابي، سروك جيان نابي. جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.